السلام عليكم مشاهدينا الكرام، عظم الله اجورنا واجوركم بمناسبه حلول اربعينيه الامام الحسين عليه السلام. في كل عام مجموعه قنوات كربلاء الفضائيه ولكوادرها جهود متميزه من اجل نقل الصوره الحيه والحقيقيه والواقعيه لمراسيم شعائر الامام الحسين عليه السلام ومسيره الامام الحسين عليه السلام، اضافه الى تلك الحشود المليونيه التي تفد الى كربلاء المقدسه والمواكب الموجوده على الطرقات. احبتي المشاهدين، ابقوا معنا وهذه التغطيه والخاصه بدور قناه كربلاء الفضائيه بنقل الشعائر الحسينيه الى العالم الاسلامي. أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يديك. من أين أنوح أيا وجع الزهراء عليك؟ حسين يا حسين، غريب يا حسين. أحبتي المشاهدين، الآن نلتقي بالسيد حيدر جلوخان المشرف العام على مجموعة قنوات كربلاء الفضائية، يحدثنا عن مسيرة قناة كربلاء الفضائية وهي تواكب مراسم وشعائر الإمام الحسين عليه السلام. ويعني تحديدا ننطلق بداية من بداية مسير الزائرين من أقصى جنوب العراق إلى كربلاء المقدسة. بداية عظم الله أجركم سيدنا، وما هي يعني أهم الخطوات التي قدمتها قناة كربلاء الفضائية من أجل رسم ونقل هذه الصورة الحية الحقيقية لزائري الإمام الحسين عليه السلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية نعزي صاحب المصاب الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، وجميع المسلمين في جميع أرجاء العالم بهذه المناسبة التي لها فالطابع مأساوي حقيقي وتتميز عن جميع المناسبات الدينية، واللي تبرز من عدد الزائرين والمدة التي تنطلق بها. طبعا انطلقت بداية المسير نتكلم طبعا عن العراق، بالتأكيد خارج العراق بأوقات سابقة لهذا الموعد نتكلم عن العراق. بدأ انطلاق المسير لهذا العام يوم 27 محرم، أي قبل بداية صفر بثلاثة أيام، وتم تهيئة كادر متكامل لنقل مباشر لانطلاق المسيرة من أقصى جنوب العراق من منطقة اسمها رأس البيشة في محافظة البصرة في الفاو. واستمرت المجموعة اللي مكلفة بهذا الواجب بمرافقة الزائرين ابتداء من نقطة انطلاقها في رأس البيشة حتى الآن استقرت في منطقة مدينة الزائرين على طريق النجف. سيدنا، فيما يخص نوعية التقارير وعالمية الزيارة، حقيقة اليوم الزيارة هي عالمية، لا تختص بفئة محددة ولا طائفة محددة ولا حتى ديانة محددة. كانت هناك مجموعة كبيرة من التقارير الأخبارية ركزت على عالمية هذه الزيارة ورسم مظلومية الإمام الحسين ومسيرة هذا العزاء ومصداقية هذا العزاء الذي يصل إلى الإمام الحسين رغم امتداده الطويل، لكن هذا الامتداد الطبيعي لمسيرة الإمام الحسين. فكيف يعني واكبتم هذه الأحداث؟ نعم، طبعا حسب التوجيهات التي أعطيت لجميع الكوادر اللي مكلفة بإجراء التغطيات والتقارير، أنه يكون بالإضافة إلى التركيز على الأخوة العراقيين في المسير، يكون هناك أيضا تركيز على باقي الجنسيات. وأعتقد لمتابعي القناة تابعوا أنه هناك عدة لقاءات مع جاليات عربية ومع جاليات أجنبية جاءوا سيرا على الأقدام ابتداء من نقطة وصولهم إلى العراق عن طريق المطارات أو عن طريق البر، واستمروا بالمسير إلى كربلاء. وصارت تغطيات أعتقد لا بأس بها لهؤلاء الأخوة زائري الإمام الحسين، بالإضافة إلى كونهم أنه من دول مختلفة، كذلك كونهم من ديانات مختلفة. يعني متابع القناة لاحظ بالتأكيد أن هنالك لقاءات مع أخوة هم ليسوا بمسلمين، يعني من ديانات أخرى بالإضافة إلى مذاهب أخرى في الديانة الإسلامية. حرصنا من البداية أن تتوزع 3 مجاميع لتغطية المسيرة في كل قاطع أو في كل شارع، وكلفوا أصحاب المكاتب حقيقة الخارجية كل من ضمن منطقته
يعني في الوقت الذي كلف كادر مكتب النجف بتغطية طريق النجف، كلف كادر مكتب بغداد لتغطية طريق بغداد، بالإضافة إلى الكوادر الأخرى لتغطية طريق بابل. أي هنالك إشراك لجميع المكاتب الداخلية في العراق بالإضافة إلى مقر القناة لتغطية هذه المناسبة. كون هذه المناسبة تحتاج من عندنا أن تستنفر جميع الطاقات، يعني عملية نشر المصورين والمراسلين وكوادر الإنتاج، بالرغم أنه نحن في قناة كربلاء موقع القناة الرسمي هو خارج المدينة، فنضطر إلى أنه ننقل عملنا الأساسي إلى مواقع بديلة في داخل المدينة حتى نكون إلى قريبين للمصدر المناسبة قريب منطقة العتبتين. هذا أيضا يسبب جزء من العبء في إدارة العمل وتنفيذ العمل، ولكن الأخوة العاملين في القناة وجهودهم المتميزة وإصرارهم على إثبات النجاح وإعطاء جديد في كل سنة حقق هذا الشيء إن شاء الله. يا حسين حسين يا حسين. حقيقة تم وضع خطة عمل قبل بدء مراسيم زيارة الإمام الحسين عليه السلام، أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، بالتنسيق مع قسم المواكب الحسينية لمعرفة عدد المواكب التي سوف تدخل إلى العتبة الحسينية والعتبة العباسية. وتم نشر مواقع الصورة والصوت على امتداد سير المواكب، وتم تجهيز موقعين للبث. الموقع الأول كنترول العتبة الحسينية، والموقع الثاني كنترول العتبة العباسية، وذلك لإعطاء صورة أوسع للمواكب، باعتبار أن المواكب المشاركة في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام تقريبا من أغلب الدول. وتلوحي من المدينة بيوت تضيع مني أبياتي، أشهد أنك جرح حي. والآن راح نلتقي بالسيد جعفر الطلقاني مسؤول شعبة الصوت في قناة كربلاء الفضائية. عظم الله أجوركم سيدنا. عظم الله أجوركم بذكرى أربعينية الإمام الحسين صلوات الله عليه. مسألة الصوت في قناة كربلاء الفضائية كان اجتماع عندنا قبل الزيارة بفترة. اكو عندنا خطة تضع مسبقا للزيارة المليونية، وتمتد شبكة الصوت من مقر بث قناة كربلاء الفضائية من العتبة الحسينية المقدسة وإلى آخر نقطة بالنسبة إلى العراق، حيث كان الانطلاق الأول من البصرة أقصى جنوب العراق، ومن ثم تدريجيا نحو كربلاء. هناك شبكة أوديو نتورك أوديو تابع للعتبة الحسينية ولقناة كربلاء الفضائية، يتمثل بمدن الزائرين واللي هي طريق بغداد وطريق النجف الأشرف وطريق محافظة بابل. هذا ما يتعلق بمدن الزائرين. وأيضا يوجد سيارات للنقل الخارجي اللي هي تنقل ممارسات الزائرين الكرام الذين يقصدون صوب كربلاء المقدسة. ويوجد أيضا في العتبة الحسينية بعض المراكز التي نصبت مسبقا ويعني تحدد مواقعها، اللي هي الأبواب التابعة للإمام الحسين، مراكز المفقودين، وكل ما يتعلق بالصوت في قناة كربلاء الفضائية هو معد مسبقا ومسير في خطة معينة من قبل الكوادر في قناة كربلاء الفضائية. من وجع زينب وزينب كل نهاياتي عجزت أنا وياها. أستاذ منتظر كابولي، حدثنا عن أهم أعمالكم خلال أربعينية الإمام الحسين عليه السلام كمهندسين للاستوديو. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نعزي صاحب العصر والزمان بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وندعو من الله سبحانه وتعالى أن ينصر جيشنا الباسل والقوات الحشد الشعبي على الأعداء. حقيقة عملنا يعتمد على 3 محاور. عندنا كاميرات الكيبل هي الموصلة للكنترول مباشرة،
وكاميرات الوايرلس وكاميرا الطائرة المسيرة. الكاميرات الكيبلينج حقيقة عملها على الفنيين، هي كيفية إيصال صورتها إلى الكنترول عن طريق الفنيين بإشراف مهندسين الاستوديو. وكاميرات الكيبلينج أيضا عندنا كاميرات موتورايز اللي هي تحكمها عن طريق الكنترول الموتورايز هنا اللي موجود في الكنترول. ما بين يديك من أين ألوح أيا وجع. جهود كبيرة تبذلها شعبة الإعلام الحربي التابعة لمجموعة قنوات كربلاء الفضائية في نقل صور خاصة بأبطالنا الشجعان أبناء الحج الشعبي وهم اليوم يقاتلون داعش، إضافة إلى مجموعة كبيرة من النشاطات قدمت أثناء الزيارة الأربعينية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من التقارير والتغطيات الخاصة بهؤلاء الأبطال أبناء الحج الشعبي والشهداء الذين راحوا إلى جنان الخلد ملبين دعوة الجهاد الكفائي. أحبة المشاهدين، راح ناخذكم الآن مع نشاط هذه شعبة الإعلام الحربي التابعة لقناة كربلاء الفضائية وهم ما قدمته خلال هذه الزيارة. كل بداياتي أنا بعاشق قلب حاير يا هالغارق في دمعاتي. استنفر شعبة الإعلام الحربي التابعة لقناة كربلاء الفضائية، استنفرنا بكل طاقاتنا وشبابنا، عملنا بعض المعارض على طريق بغداد كربلاء، المعرض الأول في مدينة الزائرين، المعرض الثاني طريق الحلة كربلاء، والمعرض الثالث طريق النجف كربلاء. طبعا شعبتنا سلطت الضوء على الحشد الشعبي بما قام من أعمال داخل مدينة كربلاء وخارج مدينة كربلاء، مثل حماية الزوار وتأمين الطرقات وتقديم الخدمات. بعض فصائل الحشد الشعبي تقوم بواجبات غذاء وتأمين الزار والدليل طريق الزائرين، فسلطنا الضوء على مو بس على لواء علي أكبر، على باقي الفصائل بضمن تقارير، وعملنا بعض الوثائقيات وتصوير بعض الأفلام الوثائقية تجسد روح البطولة لأبنائنا المتواجدين هنا وهناك في أرض المعركة. يا حسين حسين يا حسين، أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يديك. أحبة المشاهدين، أيضا ضمن الجهود المقدمة لأجل إيصال رسالة الإمام الحسين عليه السلام إلى كل العالم، جهود مباركة من قبل شعبة تقنية المعلومات التابعة لمجموعة قنوات كربلاء الفضائية. والآن راح نلتقي بالأخ أحمد محمد اللي هو قائم على وحدة تقنية المعلومات وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي. أستاذ أحمد، حدثنا عن طبيعة عملكم اليوم خلال زيارة أربعينية وأهم الصور اللي تنتقلوها وأهم المواقع اللي موجودة عندنا اليوم واللي ممكن أنه يتواصل معها محب أهل البيت من كل بقاع العالم. طبعا بالبداية احنا عندنا 7 مصورين يبدون من بداية المسيرة المشاية اللي متجهين إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. فطلعوا الشباب من بداية المسير إلى المحافظات الجنوبية وقاموا يزودونا بالصور عن طريق الانترنت، واحنا بدورنا نصعدها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع قناة كربلاء الفضائية. معدل الصور اللي يرفع عن تقريبا 30 أكثر من 30 صورة يوميا. ننتقل اللقطات المؤثرة والمعبرة، اللقطات اللي نعتبرها فنية اللي يقدر أي شخص يأخذها وينشرها وين ما يريد، يعني بدون حقوق نشر نقدر نسميها. بالنسبة يعني 3 مواقع إلى مواقع التواصل الاجتماعي: فيسبوك، جوجل بلس، تويتر، يوتيوب.
هذني بنفس الوقت ينشرن الصور على هذه المواقع. يعني اكيد يعني انضافت خدمه الاخرى هي من خلالها يستطيع المشاهد مشاهد قناه كربلاء الفضائيه انه يعني يتواصل مع ما تنقل الشاشه من خلال يعني تقنيه الفيديو، واللي هي التقنيه اعتقد اليوم جديده وعاليه، يعني قمتم بادخالها بمباركه جهودكم من اجل ايصال هذه الصوره الى بعض المناطق اللي هي ما ممكن انه تغطيها قناه كربلاء الفضائيه. يعني مثل ما تفضلت انه احنا بالموقع الرسمي الخاص بالقناه عندنا خدمه طورناها يعني بالوقت الحاضر، خدمه البث المباشر تطورت يعني من ناحيه انه المشاهد اللي ما يوصل لبث القناه عن طريق الشاشه عن طريق الساتلايت يقدر يشوف القناه عن طريق الانترنت وبدقه عاليه، يعني ما ممكن بدقة الHD يعني اللي هي ما موجودة بالنسبة لقناة كربلاء، بالإضافة إلى خدمة المشاهدة، يعني أي شخص يفوته برنامج خلال 24 ساعة يقدر يرجع يشوفه عن طريق الموقع الرسمي. من خلال الموبايل أيضا هناك خدمة أخرى؟ عندنا تطبيقات الهواتف الذكية اللي هي الأب ستور والأندرويد، من خلالها هم أي شخص عن طريق يقدر ينزل التطبيق مجاني، يقدر يشوف القناة عن طريق الهواتف الذكية، يقدر بنفس الوقت إرسال صور، يقدر يشارك بصفحة عندنا اسمها لبيك يا حسين، يقدر يشوف أي برنامج احنا نصعده على الموقع الالكتروني. البرنامج يعني برنامج فاتح يقدر يشوفه عن طريق الموبايل، بالاضافه للصور اللي نصعدها مثل ما ذكرت بمواقع التواصل الاجتماعي، نصعدها على الموقع بنفس الوقت يقدر يشوفها عن طريق هذا. وذكرك من هذه الغرفه احبه المشاهدين تنطلق كل المعلومات وكل الأرقام وكل الأخبار الخاصة بالزائرين، إضافة إلى التقارير النوعية والتغطيات التي ترونها على شاشة قناة كربلاء الفضائية. الآن راح نلتقي بالأستاذ علاء السلامي مسؤول شعبة الأخبار يحدثنا عن نشاطهم خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وأهم التغطيات التي قدمت اليوم على هذه الشاشة. عظم الله أجركم أستاذ علاء وبوركتم في هذه الجهود المبذولة من قبل رسم صورة حقيقية لمراسيم عزاء الإمام الحسين، إضافة إلى المسيرة المليونية التي وفدت إلى كربلاء المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله لنا ولكم الأجر وللأمة الإسلامية جمعاء بيوم الأربعين، ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. بالتأكيد محمد كان لشعبة الأخبار والمراسلين في مجموعة قنوات كربلاء الفضائية خطة عمل متكاملة لنقل الفعاليات والنشاطات ومسيرة العشق الحسيني صوب كربلاء من أبعد نقطة من محافظة البصرة إلى المدينة. الخطة تضمنت ولله الحمد تقسيم العمل إلى تغطيات مباشرة وغير مباشرة. التغطيات المباشرة كانت لدينا محاور عديدة، واكبنا مسيرة الولاء الحسيني من أبعد نقطة من محافظة البصرة وتحديدا من رأس البيشة إلى مدينة كربلاء المقدسة عبر محافظة بابل، وأيضا كانت لدينا تغطيات مباشرة من محافظة بغداد وصولا إلى كربلاء، وأيضا لدينا كانت تغطيات مباشرة من محافظة النجف الأشرف وصولا إلى كربلاء. بالإضافة إلى التغطيات المباشرة ومراسلين المنتشرين هناك كانت لدينا تغطيات تسجيلية لنقل الخدمات للدوائر والمؤسسات والوزارات والجهات الساندة وأيضا العتبات المقدسة التي ساهمت مساهمة كبيرة وفعالة في خدمة الزائرين. بالإضافة إلى التغطيات المباشرة وغير المباشرة كانت لدينا تقارير إخبارية عبر برنامجنا الإخباري كربلاء. كانت هناك من خلال مراسلين المنتشرين في داخل العراق وأيضا في خارج العراق لنقل حركة المطارات ولنقل الزوار الذين وفدوا إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء هذا الحدث العالمي العظيم ألا وهو زيارة الأربعين. طيب، كانت هناك تقارير نوعية، على ماذا ركزتم هذه السنة في رفض الشاشة من تقارير أو تغطيات يعني طابع اختلفت عن الأعوام السابقة؟ بالتأكيد كما تعلم زميلي محمد، في كل زيارة مليونية وفي كل زيارة 40 لها طابعها المميز. في هذه الزيارة كان لدينا تقارير تخص شهداء الحشد الشعبي،
ركزنا على هذا الموضوع كثيرا، وركزنا أيضا على موضوع نوعية الخدمات التي قدمت، وأيضا ركزنا على التزام المواكب الحسينية بتوجيهات المرجعية الدينية العليا فيما يخص تنظيم عمل المواكب، وأيضا فيما يخص النظافة، وفيما يخص كثرة المتطوعين الذين وفدوا إلى مدينة كربلاء المقدسة لتقديم كل ما يحتاجه الزائر الكريم. شكرا جزيلا زميلي. شكرا لك محمد. طبعا أحبتي المشاهدين متواصلين وياكم في هذه التغطية، ابقوا معنا. يا حسين والذبيح يا حسين مشاهدينا الكرام، هناك جنود مجهولون يقفون دائما خلف الكاميرات محاولين نقل الصورة الحية إلى كل مشاهدي قناة كربلاء الفضائية. المصورون اليوم يعملون على قدم وساق من أجل نقل الصورة بالتقنية العالية، إضافة إلى نقل مشاهد حقيقية من مسيرة الإمام الحسين ومن مسيرة محبي الإمام الحسين، هذا المدى المليوني الذي انطلق منذ ما يقارب 20 يوما، والمصور يواكب أخيه المراسل ويواكبون كل العاملين في قناة كربلاء الفضائية من أجل نقل هذه الصورة التي تشاهدوها اليوم أنتم على التلفاز. ولا راح نلتقي يعني الأستاذ حسين الأسدي، هو زميل وأخ عزيز، وأيضا هو معاون مسؤول شعبة المصورين في قناة كربلاء الفضائية، يحدثنا عن يعني أهم الأعمال اللي قاموا بها خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين، والتي يعني ما شاء الله أجادوا بها. أحسنتم وبارك الله بكم أستاذ. شكرا أستاذ، عظم الله لكم الأجر. بالنسبة لعمل المصورين ابتدأ منذ بداية شهر صفر بإرسال كادر إلى محافظة البصرة. هذا الكادر كان على عاتقه تغطية الحشود المليونية الوافدة إلى محافظة كربلاء. طبعا الكادر يعني وصل إلى محافظة حلة قبل يومين تقريبا، مستمرين بالتغطية من مدينة الزائرين، إضافة إلى كادر متواجد أيضا على طريق بغداد متمثل في مكتب بغداد، من مدينة الزائرين مكتب بغداد يبثون من هناك تغطية الحشود اللي تدخل إلى كربلاء. بالنسبة إلى محافظة كربلاء لدينا في كربلاء المركز يعني ما يقارب ال 24 كاميرا. هاي ال 24 كاميرا موزعة ما بين العتبة الحسينية والعتبة العباسية ومنطقة ما بين الحرمين الشريفين. طيب، فيما يخص نوعية الكاميرات التي استخدمت في نقل هذه المراسيم والشعائر. نعم، الكاميرات طبعا قناة كربلاء سباقة في اقتناء الأجهزة الحديثة. الكاميرات هي من نوع الاتش دي، إضافة إلى تواجد الأجهزة الحديثة مثل الكرين، الجيمي جيب والستيدي كام والشاريو، ودخول الطائرة للسنة الثانية على التوالي، دخول الطائرة المسيرة اللي تحكم بها عن طريق الآيباد. هذه الطائرة اللي تميزت بها قناة كربلاء السنة الثانية على التوالي، إضافة إلى وجود منظومة الوايرلس اللي تبث من طائرة الهليكوبتر، إضافة تقريبا للسنة الثالثة على التوالي تميز بها قناة كربلاء، يعني بث مباشر من الطائرة الهليكوبتر. يعني اليوم يعني مدى دقة عملكم، يعني الصورة يمكن هي تتحدث عنه، لكن الكوادر الموجودة كيف كانت خلية النحل تعمل من أجل نقل هذه الصورة؟ يعني المصورين، يعني احنا كمصورين ننتظر هذه الزيارة، زيارة العاشر المحرم وزيارة الأربعين ننتظرها يعني كل سنة، يعني كل إبداعاتنا وكل عملنا وجهدنا نصب في هذه الزيارة. يعني أي تعب ماكو بالرغم من الزحام الشديد يعني والظروف الأخرى من قطع الطرق وهاي، بس لكن المصورين ما عندهم أي تعب. يعني المصور مثلا صعد 3 ساعات للبث، يريد نبدله ورا 3 ساعات حتى يجي يستراح أو ياكل أو يصلي، ما يقبل، يقول أنا مرتاح خليني بمكاني، أنا أريد أخدم لأن هو هذا يومي. ويا هالليلة وضاعت كل خياراتي، الليلة ليلة عاشوراء والعقل يحار، وابن رسول الله وحيدا بين الأشرار، جريح يا حسين. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه التغطية الخاصة بدور قناة كربلاء الفضائية في نقل الشعائر الحسينية، والتي انطلقت مع مسيرة الوافدين إلى كربلاء المقدسة لأجل يعني إحياء مراسم زيارة أربعينية وتقديم العزاء إلى مولاي صاحب العصر والزمان بهذه المناسبة. في الختام تقبلوا تحياتي محدثكم محمد العصفور، ورفقنا في التصوير حسين محمد.